كانت الوجهة ولاية أضرار المعروفة بالأقاليم التواتية الكبرى، منطقة يتفق الجميع على أنها حبلى بالشخصيات العلمية الضاربة في أغوار التاريخ، إذ يعتبر الشيخ مولاي سليمان بن علي أول الشرفاء الأدارسة نزولا بالإقليم، وأول مؤسس لزوايا التعليم القرآني ومختلف الفنون الفقهية. ونحن الجزائريون بإطلاق سراح مصالح الحج وقد انعقد مؤتمر أحباب البيان الذي أسفر عن المطالبة بإلغاء المناسبة أحداث مجزرة 8 ماي. هو الشيخ مولاي عبد الله الطاهري عميد المدرسة بسالي التي تبعد عن مقر ولاية أضرار ب110 كيلومترات. تظاهرة تنظمها المدرسة الطاهرية في يومين، أولهما خاص بمحاضرة موضوعها تاريخ 8 ماي سنة 45، حيث يذكر الشيخ مولاي عبد الله الوافدين على هذه الساحة بما عاناه الشعب الجزائري من اضطهاد تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. هذه المجزرة الرهيبة التي قتل فيها أكثر من 45,000 جزائري ظلم وعدوان. الكل ها هنا آذان صاغية لأدق التفاصيل التي يذكرها الشيخ، فكانت المحاضرة بمثابة درس في تاريخ الجزائر المعاصر. يخصص اليوم الثاني لإحياء ذكرى الشرفاء وأولياء الله الصالحين، حيث يلقي الشيخ بالمدرسة محاضرات على العامة والضيوف، يشاركه في ذلك بعض من تلامذته النجباء. قبل التعرف على الشيخ مولاي عبد الله عميد المدرسة الطاهرية، لا بد من وقفة عند شخصية مؤسسها، وهو والده المرحوم مولاي أحمد الطاهري. المرء ضيف في الحياة وإنني ضيف، كذلك تنقضي الأعمار، فإذا أقمت فإن شخصي بينكم، وإذا رحلت فصورتي تذكار. أول سنة جاء الوالد إلى سالي سنة 1941، ومر على مالي وسمع به ابن الشيخ حمو مولاي المهدي، وكان شواقا لأن يجد عالما يقيم له مدرسة، فاستدعاه فجاء. وكان الموقع ملك لبعض تلامذته الحبيب سيدي مبارك، فوهب له هذه القطعة. جاء الشيخ مولاي أحمد المعروف بالطاهر عبد المعطي إلى سالي سنة 400 وألف ليستقر بها ويؤسس مدرسته الطاهرية، وهذا بعد حفظه للقرآن الكريم ونهله من مختلف العلوم والفنون الفقهية على يد أخيه مولاي عبد الله بن عبد المعطي، وهو دون 14 من عمره. تفقه الشيخ مولاي أحمد خصوصا في المذهب المالكي، واطلع على أصوله وفروعه، ما سمح له بإعادة إحيائه ونشره في الإقليم التواتي. في فترة عصيبة، في فترة الاستعمار الفرنسي الذي كان مشروعه القضاء على التعليم وتجهيل المجتمع، فجاءت هذه الزاوية لتثقيف المجتمع وتعليم المجتمع ومحاولة غرس الروح الوطنية داخل أفراد المجتمع، حيث أنها كانت تقوم بالتعليم القرآني للكبار، وتقوم بالتعليم القرآني للصغار، وتقوم بنشر مبادئ الفقه الإسلامي. هذه القوة، لأنه كان في جيل عندهم هذه القوة والحماس، لأن رأوا الاستعمار وهو يريد محو الدين والإسلام من هذا الوطن، فكانت عندهم الغيرة والشجاعة حتى يلموا بجميع ذلك وينقلونه إلى الطلبة، حتى يكون ذلك في أذهان الطلبة ويكون وعاء
لتلك العلوم حتى ينشروها ويبثوها في جميع أنحاء الوطن. عندما يكون يدرس رحمة الله عليه بشجاعة وأسلوب طيبة تجلب الأنظار رغم قلة المؤلفات الموجودة ها هنا، ولكن لما كان واعيا حافظا كان وعاء علم وجاء به، فصار من ها هنا يتعجب منه أولئك الذين كانوا ها هنا ويقولون من أين له هذه العلوم، حتى أن الشيخ محمد بن الكبير رحمه الله تعالى زارني مرة وسألني عن المكتبة، فأريته المكتبة فإذا فيها بعض الكتب، قال من سمع ما عند الشيخ من العلوم يظن أن سالي كله مكتبة، وإذا هي ولكن هذه حافظة هيأه الله سبحانه وتعالى وهي له تلك الحافظة وانتقل بها فكان يدرسها. كانت وقفة الشيخ الفقهية المالكية يحضرها عدد كبير من الطلبة، وكان يقف فيها عند مختصر خليل شرحا وتفسيرا، لينتقل بعدها إلى سائر الكتب من شرح لألفية ابن مالك والعاصمية لابن العاصم في القضاء بشرحين، والذرة البيضاء للأخضر في الفرائض. أهم ربما ما يلفت الانتباه في حياة هذا الرجل العلمية، وبغض النظر عن ما أثر عنه من مخطوطات عديدة وعديدة جدا تجاوز تقريبا 14 مخطوط، الرجل كان له دور بارز في ترسيخ ونشر المذهب المالكي في هذه المنطقة، وذلك من خلال نقطتين اثنتين. أولا من خلال وقفاته العلمية التي كان يخصصها الشيخ كعادة تقريبا كل شيوخ المنطقة للحديث عن هذا المذهب وعن مدونات هذا المذهب وعن شرح مصادر هذا المذهب من جهة، وأيضا من خلال ما أثر عن الشيخ من مؤلفات خاصة في هذا المذهب. نذكر أيضا المنح الربانية في الفتاوى الفقهية المالكية، نذكر فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك وهو في 4 أجزاء، نذكر أيضا عديد الفتاوى الفقهية التي كانت تدور في مجملها حول هذا المذهب نشرا أو ترسيخا. كان ملم بشتى أنواع العلوم من ناحية الفقه والحديث واللغة والنحو والصرف، حتى في الرياضيات، حتى أنه كان يعلم الطلبة الرياضيات والجبر، وكان ملما بجميع أنواع العلوم المتداولة، وكان فذا في زمانه، وكان الطلبة يؤون إليه من كل ناحية وكل فن، ما من فن إلا وهو فيه فذ، فكان في التفسير وفي الأحاد في الحديث وفي الصرف وفي أصول الفقه وأصول الدين والنحو وغيرها كلها يدرسها بدقة وتفهيم للطلبة بنوع خاص، حتى أن البليد من الطلبة يكاد يلم بجميع ما يقوله الشيخ. والعلم كان درجة عالية لا يدركه أحد في زمانه، كان وحيد دهره في العلوم وفي كل شيء. تخرج على يده وأنا متخرج على يده كأنه ولده، كيف ولده. قلت عنده 6 سنين، وقلت عنده ابن عاشر ابن العرقابي سلم المسالك الرسالة. من خلال الفتاوى التي كانت تأتيه من هنا وهناك، ومن خلال الطرق التي كان يتعامل بها مع الأحداث، ومن خلال أيضا ما خلفه، فنجد من خلال كتابه نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين الثقات، نجد أنه هذا الكتاب كأنه عبارة عن رحلة. الشيخ يذكر المناطق والأماكن التي مر بها وما لفت انتباهه في هذه الأماكن والمناطق، ويتكلم فيها على بعض الأنساب. ثم نجد أن الشيخ من خلال هذه الكتب تجد أن له اطلاعا كبيرا واسعا على أمهات الكتب وعلى حتى العلماء الذين عاصروه. خلال إقامته بتوات لم يقف العلامة مولاي أحمد الطاهري عند حدود مدرسته بسالي،
بل ظل يتردد على قصور الإقليم من عين صالح بتدكلت إلى حدود تبلكوزة بجورارة. يرافقه في تنقلاته وتردداته عدد كبير من الطلبة تتبعهم في ذلك ألواحهم وأقلامهم، وقد كان الشيخ باي واحدا منهم. الشيخ باي رحمه الله تعالى كان ذكيا، كان يتلقى من الشيخ وربما يعرض عليه الشيخ رحمه الله تعالى كامتحان بعض الأسئلة العويصة فيجيب عليها الشيخ باي رحمه الله تعالى، فعلم بنبوغه حتى أنه قال لهم: إذا أحدكم لم يجد من يذاكر معه فلينصب أحجار ويجعلها كأنها طلبة ويلقنهم تلك الدروس حتى ترسخ، لأن الدرس كلما كرر زاد ثبوت ورسوخ في ذهن الطالب. تظهر هذه الأهمية لشخصية هذا العالم، ومن خلال أيضا تلامذته الشيخ باي بن العالم الذي ألف حوالي 40 كتابا، 14 منها في الفقه المالكي خاصة. هذه قصيدة طويلة جمع فيها ألغاز يختبر فيها طلبته بعد أن سافر إلى المغرب الشقيق، فبعث لهم بهذه الرسالة التي احتوت على أكثر من 30 لغزا في الوضوء والميراث والزكاة وغير ذلك من مختلف علوم الفقه. يقول فيها: فمنه وضوء كالتيمم مبطل له الطول عند الأعلمين ذوي الرشد، وشخص إذا صلى إماما صلاته تصح وإن يأتم تبطل ولم تجدي، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية التي أجابه عنها في ذلك الزمان الشيخ محمد باي بن العالم والشيخ مولاي الحاج شيخ الزاوية زاوية تسفاو بفنوغين. مسيرة حافلة بالعطاء كانت نتيجتها تخرج جملة من الطلبة واصلوا المسار من بعده، فأسسوا الزوايا والمدارس القرآنية الخاصة بهم، فكان لهم عظيم الأثر في مسار الحركة الدينية بالمنطقة. توفي مؤسس المدرسة الطاهرية مولاي أحمد الطاهري سنة 79 و900. قويين تلاميذ، كان الشيخ ماجد الله يرحمه، وكان الشيخ باي، وكان الشيخ حمزة، وكان فاق ياسر شي من بشار وشي من وهر، وكان تلاميذ تبارك الله، كان تلاميذ بالزيادة. الله يرحمه الله يرحمه وجزاه بارك الله لا خير تبارك الله. الله يرحمه. معلوم أن الولد يتأثر بوالده. أيوة، هذا التأثر احنا نتأثر بشجاعته وبلاغته وفصاحته وإلقائه الدروس بقوة. هذا الذي جعل في الحماس، أنا كذلك أن ألقي الدروس بحماس وبقوة وبشجاعة ولا أبالي من حولي. محمد أشرف المرسلين. خلف الابن عبد الله والده بالمدرسة الطاهرية سنوات قليلة قبل وفاته، حيث اشتغل بها مدرسا منذ سنة 75 إلى يومنا هذا. ولد مولاي عبد الله سنة 48 و900 بحي العلوشية بسالي. نشأ بمسقط رأسه. حفظ القرآن الكريم في سنه الأولى بمدرسة والده على جملة من معلمي القرآن كالحاج عبد الكريم وكجوج الطالب الصالح. انتقل إلى قرية أقبلي وهو دون البلوغ، حيث أتم دراسته القرآنية وتلقى فيها مبادئ العلوم الشرعية واللغوية على يد الفقيه الحاج أحمد والحاج الصديق البحامدي الجعفري، وبعض المسائل الفقهية على يد الشيخ باي ما بين سنتي 58 و63 900 خلال سنة 65 900 انتقل الشيخ إلى مدينة أضرار، حيث أتم دراسته للعلوم الشرعية واللغوية على يد العالم الرباني سيدي محمد بالكبير بأمر من والده إلى غاية 74 900 حيث تحصل على إجازة تدريس فنون العلم المتداولة بين علماء الشريعة. على نهج والده ومن عصروه من العلماء
كان مولاي عبد الله واحدا من العلماء الربانيين المبلغين في الإقليم التواتي سلفا وخلفا، بما جسده من دور ريادي وفعال من خلال نشاطه التعليمي والإرشادي ترسيخا للدين الإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة. إلقاء الدروس على الطلبة هي على الحالة القديمة، أخذ الألواح ويسرد الطالب المتن الذي يريد شرحه، وأقوم بشرح ألفاظه اللغوية ثم بيان المعنى المقصود من البيت شرحا مدققا أبين فيه اللغة والإعراب ومقصود الناظم من هذا البيت، سواء فقهيات أو أدبيات أو نحو غير ذلك، كلها هذه أبينها للطالب بيانا واضحا، وأسأله هل فهمت؟ قال نعم، أقول ثم قال، ينتقل إلى حكم آخر. تخرج على يديه العديد من الطلبة والأئمة الذين تعج بهم الآن معظم المدارس القرآنية ومساجد القطر الجزائري. كانت الدراسة على الهيئة التقليدية، يعني كنا نقرأ في اللوحة ونكتب اللوحة ونحفظها، وكذلك حتى المتون الفقهية والتي ندرسها عند الشيخ كنا نكتبها ثم نقرأ النص والشيخ يشرحه، وكان الجلوس على الرمل، يعني هي فراش الصحراء إلى يومنا هذا. مدة 6 سنوات تلقينا فيها القرآن الكريم على يد شيخنا حفظه الله تعالى، وبعض من التلاميذ أو من تلامذته الكبار الذين كانوا يحفظون القرآن، وكان الشيخ يكلفهم بتدريسنا القرآن الكريم، والشيخ كان يدرسنا الفقه. الشيخ مولانا عبد الله هو الأب الروحي والأب الجسمي، وهو كل شيء بالنسبة إلي، وهو صاحب النعمة بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله والوالدين، وهو الذي رباني وعلمني، وهو صاحب المنة الكبرى علي في كل شيء. انضممت إلى حضرته المباركة لا أعرف شيئا، فعرفت وتعلمت والحمد لله ما يجب علي في أمور ديني، ولا أرى ذلك إلا ببركته وبركة الفتح المضمون على يديه المباركتين وعلى يدي والده شيخنا وشيخ شيوخنا مولاي أحمد الطاهري رضي الله تعالى عنه. كان في التدريس شاحذا أذهاننا، جهيرا فصيحا، يعيد الكلمة كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفهم عنه، فبفضل ذلك تعلمنا وفهمنا ما أوجبه الله علينا في أمور ديننا. قد أحاط الله بها وكان الله بما تعملون بصيرا سكينته على الرسول. فقد كان الشيخ يعني في الحقيقة عطوفا ورؤوفا بهؤلاء التلاميذ إلى حد لا يوصف، فقد كان لهم بمثابة الوالد لأولاده، كان يحبهم، كان يعني لدرجة أنه كان آخر من ينام وأول من يستيقظ. كان أبدا لا يدخل على الطلبة وهم على غرة، كان دائما عندما يريد أن يدخل على الطلبة أو لا يفاجئهم، بل يذكر الله سبحانه وتعالى أو يتنحنح أو يبدي حركة حتى يفهم طلبة أن الشيخ قادم نحوهم. نحن فهمنا أنه كما حكاه إلينا من سبقنا ومن سبقونا من طلبة القدم، كمن تحدثوا قبلنا من طلبة شيخنا ومولانا عبد الله، أو من تتلمذ على يد والده، أن الهيئة بينه وبين والده لا تختلف، يحكي هيئة والده قلبا وقالبا، قولا وفعلا. كان الطابع العام بين الطلبة هو التحاب والتآلف، وهذا من تربية الشيخ لنا حفظه الله. وكانت أيضا كذلك أهل سالي كلهم ربي يحفظهم، يعني كانوا معنا كانوا معنا بالنصيحة، وكانوا معنا، كانوا يشيدون بطلبة العلم، وكانوا يفرحون بهم أيام فرح ويكرمونهم.
لذلك يعني مما حبب إلينا الدراسة والمدرسة حتى صارت أحب إلينا المدرسة، أحب إلينا من يعني من ديارنا ومن أصبحت يعني ألفناها وألفتنا المدرسة. بعض الناس يقع في اللحن في هذا الحرف في فرق لاتحاد مخرجيهما، اتحاد مخرج الذال والضال. مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمدرسته وبحمد الله أصبحت منارة للعلم ومنارة للتعليم القرآني ومنارة لنشر تعاليم الفقه والثقافة الإسلامية في ربوع منطقتنا التواتية. تعلمت ولا زلت أتعلم وأعد نفسي طالبا للعلم ما دمت حيا، وأعلم كذلك وأبلغ هذه الرسالة. قد اشتغل والدي حفظه الله في تربيتي وتوعيتي وتوجيهي من أجل أخذ العلم وتحصيله، فكان دائما حفظه الله يحاول دائما يراقبني ويوجهني يوجه تصرفاتي وسلوكي من أجل أن أنال مرتبة عالية في العلم. لقد رضي الله. عدد الطلبة بالمدرسة الطاهرية يقدر ب80 طالبا داخليا، أما قدرتها الاستيعابية فهي ل260 طالبا. قاعات التدريس بها 8، وبها قاعة أخرى كبيرة خاصة بالفصليين، وهم الطلبة الذين يتابعون الدراسات بالمؤسسات التربوية ويلجؤون للمدرسة القرآنية خلال العطلة الصيفية. تتوافر على مكتبة أهم ما يوجد فيها صحيح البخاري ومسلم وشروحاتهما، كتاب سنن الترمذي وغيرها من الكتب الفقهية الخاصة بالحديث واللغة العربية، وعناوين أخرى خلفها مؤسس المدرسة، أهمها نسيم النفحات من أخبار توات الذي جمع فيه بين التاريخ والوصف الجغرافي والسيرة الذاتية وأدب الرحلات، فكان وصفا دقيقا لمنطقة توات. وكتاب تفنيد المفتريات والإفك من تأليف ابنه الشيخ مولاي عبد الله الطاهري عميد المدرسة. نجد الفرق كثيرا بين من تعلم مع الشيوخ وبين من تعلم من الأوراق ومن الكتب. كان يعني سمحا اليد كريم النفس معطاء لا يرد سائلا إن سئل ولم يجد وعدا جميلا. شخصية الشيخ كما هو معروف عند الجميع معلومة، وما تعلق بها من الخصال والشيم الحميدة لا نستطيع أن نتتبعه أو نذكره لكثرته، فهو نار على علم ليلا. فهو مولانا عبد الله من للطاهر نسيب والإدريس ذي المآثر، أعجوبة الزمان شيخ الوقت مجافيا لموجبات المقت. مهما كبر الخطأ فيقابله الشيخ بالعفو، يعني تعلمنا منه أن أخطأنا في حقه وفي حق إخواننا، وكان يعاملنا بالحلم وبالصفح. يعني هذاك الدرس تعلمناه منه، عندنا كان في أسرنا ولا مع إخواننا، إذا أخطأ إنسان ولا غلط في حق أخاه نتفكر الغلطات اللي نعملها مع الشيخ ويسامحني واللي يسامح إخواني كذلك، ونسامح ابنائي ونسامح الأسرة. الزوايا حسب الشيخ مولاي عبد الله من أهم رموز الإشعاع الفكري في الدفاع عن الدين الإسلامي وترسيخ العقيدة الصحيحة. يكفيها أنها وقفت إبان الثورة التحريرية في وجه الاستعمار الكافر، حيث تصدت له عقائديا وفكريا وثقافيا. مفهوم الزاوية العامة مفهوم خطأ. الزاوية في اللغة العربية أصلها الجامعة، لكن انحرفت إبان الاستعمار. هناك في داخلها مرشدون يرشدون الناس ويعلمونهم ويثقفونهم. الظاهر يظهر لك أنها دروشة وأنها هذا كله إنما تلبيس على الاستعمار،
لذلك بقي الدين محفوظا. هناك زوايا بقيت للإطعام فقط ولتلقين الذكر، وهناك زوايا هي في نفس الوقت لإقامة الدروس واستقبال الضيوف. الطالب الديني يتلقى في المدرسة، وهذا ما طورناه، أنه يتلقى العمليات الحسابية كالرياضيات والجبر وغير ذلك من المسائل التي هي معاصرة. بموازاة العمل بالتدريس للمدرسة الطاهرية نشاطات أخرى ضمن برنامج سنوي تسطره لإحياء ذكرى الأولياء الصالحين كذكرى الولي الصالح علي الشريف في اليوم 10 من محرم من كل سنة، وإلقاء دروس وعظية وإرشادية وختم للقرآن الكريم، وكذا الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بإنشاد المدائح والقصائد ودراسة سيرة المصطفى من اليوم الأول من ربيع الأول إلى اليوم 8 من الشهر نفسه، إضافة إلى زيارات إلى مختلف مدارس وزوايا مناطق إليزي والمنيعة وتمراست وغيرها. العلوم هنا كانت أن تنقرض بموت الشيخ سيدي محمد عبد الكريم وغيره من العلماء الفطاحل، لكن كاد الجهل أن يسود الناس كلهم. إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا، وهكذا كاد الاستعمار أن يصير الناس قرودا لا يفهمون شيء. لكن قيد الله سبحانه وتعالى. الوالد رحمه الله وجاء هنا وانتشر صيته. كانت هناك مؤلفات لم تسمع قط من أسهل المسالك، كان لا يعرف هذه المنطقة، وإنما كان خليل والرسالة، وجاء الوالد وجاء سهل المسالك وشرحه، فصار الناس يعجبون بهذا المؤلف وما فيه من المسائل. والوالد مع فصاحته رحمه الله تعالى ونبوغه، وكذلك حينئذ شجاعته وإلقائه بحماس الدروس، رسخ في الناس في أذهان الناس مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإلا كاد أن يمحى. وهم علماء بلغوا فأحسنوا التبليغ، ودرسوا فرسخوا الدين في النفوس. بأداء صلاة المغرب بهذا الجمع الغفير ودعاء الشيخ مولاي عبد الله إليهم، تركنا الشمس تغرب بسلام على سالي وعلمائها. نار حامية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.